صباح الفل يا جماعة. النهاردة جاية أقول لكم شوية نصايح يومية بسيطة ممكن تغير يومكم. النصايح دي سهلة جدا، بس ناس كتير بتتجاهلها. بس استنى، في نصيحة واحدة هنا ممكن تغير يومك كله. لو بتحب القطط الكيوت زيي دوس لايك واشترك في القناة. أول نصيحة لما تصحى من النوم اشرب كوباية مية. جسمك بيكون عطشان بعد النوم. المية بتفوق جسمك بسرعة. كمان افتح الشباك وخد نفس عميق. الشمس الصبح بتدي طاقة رهيبة. النصيحة التانية، متفوتش الفطار. بعد الفطار خلينا نبدأ يومنا صح. النصيحة التالتة، اكتب 3 حاجات عايز تخلصهم النهاردة. مش لازم حاجات كبيرة. المهم تكون واضحة. كده هتحس إن يومك منظم. دلوقتي نبدأ الشغل. بس خلي بالك لازم تاخد بريك كل شوية. قوم اتحرك دقيقة أو دقيقتين. واشرب مية. لو النصايح دي مفيدة ليك دوس لايك عشان أكمل. النصيحة السادسة مهمة جدا، حاول تقلل استخدام الموبايل شوية خلال اليوم. قعدتنا الطويلة على الموبايل بتعرب عينينا وبتخلي دماغنا مشوش. جرب تبعد عن الموبايل نص ساعة بس في اليوم. الوقت ده ممكن تستغله في حاجة مفيدة أو مريحة. هتلاحظ إن تركيزك بقى أحسن ودماغك بقت أهدى. النصيحة السابعة، حاول تقرأ كل يوم. مش لازم تقرأ كتير، حتى صفحة واحدة بس كفاية. القراءة بتفتح دماغك على أفكار جديدة، وكمان بتخليك أهدى وبتقلل التوتر. بعد فترة هتلاقي نفسك اتعودت على القراءة. والنصيحة الجاية يمكن تكون أهم نصيحة في الفيديو، بس قبل ما أقولها دوس لايك لو لسه ما عملتش. النصيحة الثامنة، خد وقت لنفسك كل يوم حتى لو دقائق قليلة. الدنيا ساعات بتكون سريعة وضغطها كتير، عشان كده مهم إنك تهدى شوية وتاخد نفس عميق. ممكن تسمع موسيقى هادية أو تقعد في هدوء. الدقائق البسيطة دي بتريح عقلك جدا، حتى لو كانت حاجة بسيطة جدا. الطريقة دي بتخليك تركز على الحاجات الإيجابية، ومع الوقت هتحس إن نظرتك للحياة بقت أفضل. الأفكار الحلوة الصغيرة بتعمل فرق كبير. لسه فاضل معانا شوية نصايح مهمة جدا. لو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنت كلمة مكمل. انتوا هو تيجي الشيء فوق. ابن حاج بسرعة. اتحركوا انتوا اللي هتدفعوا. هل هذا عدو؟ النصيحة العاشرة، حاول تتكلم مع الناس اللي بتحبهم كل يوم. ممكن تبعت رسالة بسيطة لصاحبك أو لحد من عيلتك. رسالة صغيرة ممكن تفرح حد جدا. الكلمة الحلوة بتغير يوم كامل. أيوة، الكلمة الحلوة بتفرح القلب. بالظبط. خلينا نقول كلمات حلوة كتير.
ومتستناش مناسبة عشان تقول كلام حلو.